نظر عندك العيون الثنتين. لا إله إلا أنت سبحانك. أنا حصنتكم عشان كذا تحصنوا. الصوت من جوه، الصوت من جوه مش من بره. الصوت من جوه الجامع يا جماعه. ولا معيونا أو مسحورا إلا شفيته برحمتك اللهم اشفه شفاء عاجلا. السلام عليكم، ازيكم واهلا بيكم في قناة ونس. اهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات الرعب. النهاردة يوم الجمعة، يوم الرعب، وحلقة النهاردة حلقة تقيلة قوي وتخوف قوي قوي وتهز قلب اجدعها حد. علشان كده حابة ان انتوا تحصنوا نفسكم كويس قبل ما نبدأ الحلقة، مش عشان اي حاجة ولكن علشان ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فلو اي حد قلبه ضعيف شوية او بيخاف ما يتأثرش زيادة عن اللزوم. فقولوا ورايا: بسم الله بسم الله بسم الله، لا إله إلا الله، حصنت نفسي بلا إله إلا الله، حصنت نفسي برب الفلق من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بك ربي من همزات الشياطين وأعوذ بك أن يحضرون. بسم الله، ويلا نبدأ. قبل ما نبدأ حابة أفكركم ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك، ما تنسوش برضو القناة الجديدة عليها فيديوهات حلوة جدا جدا ومميزة هسيبها لكم في أول تعليق مثبت. وما تخزونيش على صوتي عشان بس عندي برد شويتين فممكن يكون صوتي متغير شوية. مش هطول عليكم أكتر من كده ويلا بينا نبدأ في أول مقطع. أول مقطع معانا هو للشيخ فهد القرني. الشيخ فهد هو شيخ مفسر أحلام وشيخ للرقية الشرعية، راقي شرعي يعني، وبيفتح بثوث مباشرة كل فترة كده على تيك توك، فيبدأ الناس يقولوا له أو يحكوا له أحلامهم ويبدأ هو يفسرها. بيجي له كده على كذا فترة ناس بتكون ممسوسة أو مسحورة، يبدأ الشيخ يتكلم معاهم يعرف اللي عندهم إيه، ويبدأ حتى لو هم عندهم رؤية يفسرها لهم، وحتى يبدأ ينصحهم إزاي يرقوا نفسهم أو حتى يرقيهم ويلقي عليهم رقية شرعية. ولكن في حالة تحديدا اتصلت بالشيخ، الحالة دي رعبت كل الناس الموجودة على البث المباشر. في الحقيقة الشيخ متعود على الحالات اللي زي دي، ولكن الناس كانت مذهولة من اللي سمعته واللي حصل. علشان كده الشيخ أول ما الحالة دي كلمته هو عرف على طول إن هي فيها حاجة مش مظبوطة، وعلشان كده حصن الناس اللي موجودة في البث كلهم وبدأ يقرأ عليهم أدعية وأذكار قبل حتى ما يبدأ يتكلم مع الحالة باستطالة شوية أو يفسر لها أي حلم هي قايلة عليه. أنت تبغيني أفصل الأول والتالي وكل شيء والأحداث اللي أفصلها حتى بالملي من ألف حتى ياء. تبغيني أعطي بالمجمل، أعطيت بالمجمل، وأنا أرى أنه بالمجمل أفضل حفاظا لك وحفاظا على سرية الحياة وحتى تسلمين من أذى الشياطين. أول شيء حصنتك بلا إله إلا الله، وحصنتك برب الفلق من شر ما خلق، وحصنت كل من يحضرنا في هذا البث وذريتي وآل بيتي وكل من يسمعني وكل من يخصني ويخصكم ويخص كل مسلم. حصنتكم برب الفلق من انتقام وأذى ما خلقه الله سبحانه وتعالى من شياطين الإنس ومن شياطين الجن. أسأل الله أن يحفظكم عن أيمانكم وشمائلكم ومن ورائكم ومن أمامكم ومن فوقكم، وأعيذكم وأعيذ نفسي وذريتي ومنزلي بعظمة الله أن نغتال من تحتنا أو يغدر بنا من الشياطين. واحد من أبنائك تحسين أنه تعبان أكثر من الثاني وربما تخافين عليه أنه أنت تفقدينه أو يحدث له مكروه جدا يا شيخ. قولي إيه بس. نعم. أيوة. واحد منهم، واحد تشوفين أنه لا بأس فيه. أيوة. لكن واحد عليه خطر، تشوفين عليه خطر جدا يا شيخ جدا. كيف النظر عندك العيون الثنتين؟ الحالة يبان عليها ان هي ممسوسة او مسحورة. الفكرة ان هي بتقول ان هي جواها مارد، المارد ده هو اعتى ملوك الشياطين والجن، وبتقول انها حلمت برؤية شافت فيها الشيخ فهد قبل حتى ما تكون عارفاه على الحقيقة وقبل حتى ما تشوفه على السوشيال ميديا، وتقال لها في الحلم ان الشيخ ده هو اللي هيرقيكي، هو اللي هيعالجك، لحد ما فعلا عرفت ان الشيخ ده موجود على الحقيقة وان الشيخ فعلا وراقي شرعي. وهي في الحالة اللي هي فيها دي بقالها 2 سنين كاملين، واول ما شافت الشيخ حاولت بكل الطرق انها توصل له، ولما وصلت له حصل اللي هتشوفوه ده. اتفرجوا.
طيب يا شيخ، أنا قبل 4 سنوات رأيت رؤيا. أنا ما أعرفك ولا عمري شفتك إلا في هذيك الرؤيا. أول ما شفتك قلت الرجال هذا عالجني، أنا متأكدة إنه معالجني وقاري علي في مكان وين ما أدري، ريحته أعرفها والله، يا ريحتك يا شيخ إني أعرفها. ونظرة عيونك الحادة وأنت تقرأ علي شفتها، بس أنا ما عمري شفتك. أخذت صورتك أرسلتها للوالد، قال ما عمره قرأ علينا. طبعا أبوي مسحور سحر من 30 سنة يا شيخ، وش السحر هذا شاملنا كلنا. قال لي سحر أبوك الله يكرمك ويكرم السامعين في البيارة. من بعد يا شيخ، من بعد ما تكلمت أنا أطمس كل شيء، منامات ما عاد أشوف. فجأة تعب شديد وغريب جدا، رجال يتكلم ما يتكلم نهائيا، ما يتكلم، ولكن صوت جهوري يطلع من حلقي. ثعبان، هو ثعبان يا شيخ، يلويني كلوي الثعبان بالضبط. انت تبغيني افصل الاول والتالي وكل شيء والاحداث اللي انت شفتيها، انا مستعد افصلها حتى بالملي من الف حتى ياء. تبغيني اعطي بالمجمل، اعطيت بالمجمل، وانا ارى انه بالمجمل افضل. كيف النظر عندك العيون الثنتين؟ لا اله الا انت سبحانك. انا حصنتكم عشان كذا تحصنوا. حصنتك بلا اله الا الله. حصنتك بلا اله الا الله. حصنتك بلا اله الا الله. وحصنت كل من يحضر في هذا البث بلا اله الا الله، وذريتي ومنزلي. استودعت فيكم الله، استودعت فيكم الله، استودعت فيكم الله، استودعت فيكم الله الذي لا تضيع ودائع خير الحافظين. اللهم اكشف عنها السوء، اللهم اكشف عنها السوء، اللهم اكشف عنها السوء وفك رهانها. اللهم فك رهانها، اللهم فك رهانها، اللهم فك رهانها، اللهم فك رهانها، اللهم فك رهانها المرهونة، اللهم فك رهانها المرهونة، اللهم فك رهانها المرهونة من السحر والحسد والعقد. اللهم فك رهانها المرهونة إنك على كل شيء قدير. اللهم يا حي يا قيوم احجب عنها وعنا وعن كل مسلم أعين الشياطين. اللهم احجب عنها، اللهم احجب عنها، اللهم احجب عنها. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم احجب عنها أعين الشياطين ومسهم وأذاهم وقتلهم، إنه على كل شيء قدير. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا شو اسم الولد؟ شو اسم ولدك؟ شو اسم ولدك؟ ردي علي. زي ما شفتوا كده الشيخ قبل حتى ما يبدأ يفسر الحلم بالكامل بدأت هي تطلع أصوات الحاجة اللي سكناها أو الحاجة اللي بتتكلم على لسانها دي. في الحقيقة إن المريض المس أو السحر أو الكلام ده لما بيوصل للمرحلة دي إنه الجن بيتكلم على لسانه، بيبقى في مرحلة متأخرة خالص، وفي مرحلة قريبة جدا جدا برضو من العلاج. وده كلام الشيخ فهد. في الحقيقة إن الشيخ فعلا تواصل مع الست دي وجوزها وأولادها وقدر يوصل لهم، والست دي حالتها الحمد لله دلوقتي كويسة جدا وكل حاجة راحت من عليها. ربنا يا رب يشفيها ويشفي كل حد مسحور أو ممسوس أو محسود. في الفيديو اللي بعد كده للشيخ فهد برضو، ولكن اللي كلمه أو المتصل المرة دي كان راجل، وكان راجل كبير في السن. في معلومة بس عن الشيخ فهد، هو إنه لما بيجي يتكلم مع شخص ممسوس أو مسحور مش بيرضى إن هو يحاول يطلع اللي جواه أو يخلي الجن يتكلم بلسانه، لأن لما بيحصل كده المريض بيتعب جدا. هو بيحاول إن هو يوصل المريض لمرحلة إن هو يساعد نفسه ويحاول يقرأ على نفسه علشان ده يخرج بدون أي تعب أو مجهود. أنا هسيبكم مع الفيديو، أنا مش هحكي اللي فيها، هسيبكم أنتوا تسمعوه بالكامل. اتفرجوا. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسنت. اللهم صل على سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان. جاني قال لي أنا ما أقدر أطلع، أنا مارد وعلي مارد ومارد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اهد يا أبو أحمد، اهد. بسم الله الرحمن الرحيم. دقيقة. استعن بالله، قل استعنت بالله. استعنت بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. اهد يا أبو أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، السميع آمين. بسم الله الذي. خلاص توقف يا أبو أحمد، توقف عن الكلام، توقف عن الكلام. طيب لا تقفل يا شيخ. بسم الله. لا ما حد مقفل، لا بس أنت توقف عن الكلام هذا، توقف عن الكلام هذا.
من الشيطان. خليني اقول لك شيء، توقف عن هذا بس الكلام تماما. كلمة واحدة أبغى أقول لك، هي ضرورية جدا، هو ما يبغاني أنطقها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. نعم. قال لي يا شيخ وجعلنا أنا مارد، وجعلنا أعوذ بالله من الشيطان بسمعهم، وجعلنا بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. أعوذ بالله. لا يا أم خليفة معلش. بسم الله الرحمن. قال لي يا شيخ أنا مارد وما أقدر أطلع، لأنه عارفين إنك بتتعالج وعارفين كل شيء، وحطوا علي ماد، ما أقدر أطلع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلاص قفل وتواصل معي. أنا أبغى تواصل، بيطلع إن شاء الله، بيطلع إن شاء الله، بيتركك بمشيئة المولى سبحانه وتعالى. تواصل معي خلاص. يا أبو أحمد معي واتس. إي خلاص ترسل عليها الحين، ارسل رقمك علي وبتواصل معك إن شاء الله. اهد لا تطلع. أنت الحين أنت وين جالس يا أبو أحمد؟ في بيتي. في بيتك؟ لا نعم في بيتي. اهد. الحين تعشيت ولا ما تعشيت؟ الحمد لله. وشو عشاك يا أبو أحمد؟ الحمد لله جبنة. أيوة. حب. وشو؟ جبنة مالحة وحب. أيوة. وجبنة كاسات. ما شاء الله عليك، شكلت. وزيتون، زيت زيتون، الزيتون الحبة الأسود ما أخذت؟ زيتون أخضر. أيوة. بالزيت. طيب أحسنت. الحمد لله. اهد يا أبو أحمد، بيكون في تواصل معك. لا إله إلا الله. اسمعني، لا تتكلم يا أبو أحمد، خليني بقول كلمات بسيطة لعل الله أن ينفع بها. الله سبحانه وتعالى بصير بالعباد. وأسروا قولكم. لا تتكلم. لا إله. لا تتكلم. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. يا أبو أحمد. اهد يا أبو أحمد، قل لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أنا أبغى أخرج منه بس مارد معاه، مارد علي أنا المارد. الفيديو اللي جاي فيديو مشهور او انتشر بشكل كبير جدا على السوشيال ميديا. الفيديو من الكويت لشخص بيصرخ في الجامع في صلاة، وكانت الصلاة دي وراء الشيخ أحمد نفيس، تحديدا بعد ما الشيخ قرأ آية وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ساعتها الشخص صرخ بصوت قوي جدا. الشيخ تمالك الموقف، بدأ يقرأ بصوت أقوى، والراجل صراخه بيزيد. اتفرجوا. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. انتوا ممكن تقولوا هو الشيطان يقدر يدخل المسجد؟ في الحقيقة أنا مش هرد على السؤال ده، ولكن هخلي شيخ بنفسه هو يرد عليه. الشيخ هو شيخ خالد زكي، اتكلم في الموضوع ده، اسمعوا قال ايه. اتفرجوا. هل الشيطان يدخل المسجد؟ نعم، وذلك لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود، وفي رواية في مسند الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك أنه صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إن الشيطان لا يدخل من خلل الصف كأنها الحذف، يعني صغار الضأن. وفي صحيح مسلم من حديث عثمان بن أبي العاص قال: يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسست به فتعوذ بالله منه وادفل عن يسارك 3. قال: ففعلت فأذهبه الله عني. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هنالك شيطان اسمه خنزب يدخل إلى الصلاة. الفيديو التاني ده برضو لشخص مسحور كان بيصلي ورا الإمام وهو بيدعي، وأول ما الإمام دعا إنه يفك السحر عن كل مسحور، الشخص ده بدأ يصرخ بشكل هستيري. ساعتها الإمام أول ما سمع بدأ يحول الدعاء لرقية شرعية، وبدأ يدعي للشخص المسحور ده إن ربنا يفك سحره، والناس كلها كانت بتقول أمين من قلبها.
الفيديو فعلا يقشعر، اتفرجوا. وزوجته ولا عيونا أو مسحورا إلا شفيته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشفه شفاء عاجلا، اللهم اشفه شفاء عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فك عنه السحر، اللهم عليك به يا عزيز، اللهم عليك به يا قوي يا عزيز. اللهم اشفه شفاء عاجلا، اللهم اشفه شفاء عاجلا يا قوي يا عزيز عليك به، يا قوي يا عزيز عليك به يا رب العالمين. اللهم اشفه شفاء عاجلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم عليك بالسحرة، اللهم عليك بالسحرة، اللهم عليك بالسحرة، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزون، اللهم عليك بهم يا قوي يا عزيز. بجد حسبي الله ونعم الوكيل في كل ساحر، في كل حاسد، في كل من بيحاول يأذي إنسان. أنا نفسي أعرف الساحر ده بجد بيستفيد إيه في الدنيا، وطبعا مش محتاجة أقول إن هو كافر، فيعني في جهنم وبئس المصير. فيا رب استرنا واحفظنا وينتقم من كل ساحر وأي حد بيروح يأذي بني آدم. بمناسبة بقى المساجد اللي بيدخلها الجن أو الشياطين، الفيديو الجاي اللي معانا ده لواحد اسمه خالد بن جواد. هو مشهور جدا على تيك توك، عنده 2 مليون متابع، وهو مغامر يعني بيخش أماكن مهجورة يصور فيها، شوف إيه الظواهر الخارقة اللي بتحصل فيها، أي abnormal activities بيصورها. المهم يعني إن ناس كتير عنده على الصفحة مصدقين جدا جدا في اللي بيعمله، لسبب لأن هو كل اللي بيعرضه على بث مباشر، يعني يعتبر مفيش اي مونتاج في الفيديو بيعمله. اسلوب التشويق، الجذب، كل دي عوامل بتحرك المشاهدين انهم فعلا يخافوا ويتأثروا بكلامه واللي بيعمله. وانا في الحقيقة مش قادرة اعرف الحاجات اللي بيعرضها دي فعلا حقيقة ولا ممكن تكون تمثيل. فانا هعرض لكم فيديو هو مصوره في قرية ام الحويطات. دي قرية مصرية، قرية بالكامل مهجورة، قرية على مساحة شاسعة، وكان القرية دي ساكن فيها 16,000 مواطن، ولكن كلها اتهجرت سنة 98. قصة القرية دي باختصار انها في الثمانينات، تحديدا سنة 1898 اثناء الاحتلال الانجليزي، جالها عالم انجليزي كان اسمه أندي. العالم ده كان متخصص في الفحت والتنقيب والحاجات اللي زي دي. فلما عمل بحث في المنطقة دي، كانت منطقة هي اسمها أم الحويطات لأنها القرية بيحيط بيها الجبال من كل حتة. فلما شافها من بعيد كده ولقى الجبال بتحيط بيها من كل حتة، قال المنطقة دي أكيد فيها حاجة كويسة. فلما بدأ ينقب ويكتشف، اكتشف ان الارض بتاعتها مليانه فوسفات كتير جدا. فلما عرف السلطات بعتت معاه 3000 عامل علشان يبداوا ينقبوا ويحفروا ويطلعوا الفوسفات ده، بل وانه كمان عمل خط سكه حديد من القريه دي لحد سفاجه علشان ينقلوا بيها الفوسفات، وعمل كمان طريق طويل مرصوف علشان برضو العربيات تمشي فيه تنقل فوسفات. وده ان دل يدل على كميه الفوسفات الكبيره جدا اللي طلعت من الارض دي. الارض دي اهلها لما سكنوا فيها كانوا مسمينها مش ام الحويطات، ام الخيرات، من كتر ما كانت القريه دي مليانه خير في الارض. المهم ان ال3000 لما جم سكنوا في القريه كانوا حاسين بوحشه، يعني هم بيشتغلوا كتير جدا، بيشتغلوا 7 ايام في الاسبوع، 12 ساعه متواصل في اليوم، بيرجعوا بيوتهم، فحاسين انه لا احنا عايزين ولادنا واهالينا معانا. فلما أندي عرف ان الاهالي او العمال عايزين كده، بنى لهم بيوت، بل وانه بنى لهم كمان جوامع ومستشفيات ومدارس، وكانت قرية عمرانة جدا جدا لسنين طويلة. ولكن في بداية التسعينات وبعد ما مصر بقت جمهورية مصر العربية تحت حكم عبد الناصر وبعد كده السادات وبعد كده حسني مبارك، بدأت شركات الفوسفات اللي موجودة تكون تابعة لجمهورية مصر العربية. ولكن فجأة مرة واحدة شركات الفوسفات دي قفلت، فأهل القرية اللي موجودين واللي هم معظمهم أو يعني 90% منهم كانوا عمال أصلا في الحفر واستخراج الفوسفات ده، ما بقاش ليهم شغل، فمعظمهم بقى ابتدى يهجر من القرية دي. وبعد كده سنة 96 القرية جالها سيول شديدة جدا، دمرت بيوت كتير قوي في القرية، فبدأ السكان اللي فيها برضو يتهجروا أكتر، بدأوا يمشوا منها أكتر ويرجعوا للقرى بتاعتهم القديمة، لحد ما وصلوا سنة 98 تحديدا في عهد رئيس الوزراء عاطف عبيد، بقى أصدر قرار وقتها إنه يتبنى لهم قرية جديدة وتسمت أم الحويطات الجديدة، علشان الناس اللي متبقية بقى في القرية القديمة دي خلاص كلهم سابوها وراحوا للقرية الجديدة. أصبحت قرية أم الحويطات
مهجورة تماما. من وقتها أصبحت مزار سياحي. ليه بقى أصبحت مزار سياحي؟ علشان صدر شائعات من القرية دي إن الناس شافت فيها، بتشوف فيها خيالات وأصوات وناس بتجري، وإن الناس اللي ماتت من السيول ابتدت أرواحها تطلع، وبيشوفوا كده وهم رايحين على الطريق أشخاص غريبة، ناس لابسة أسود في أسود وقاعدين على طرف الطريق اللي هو في بداية القرية، وحاجات كتيرة بقى زي دي. فطلع عنها شائعات، فالناس طبعا تحب تروح تستكشف الاماكن اللي زي دي، فاصبحت مزار سياحي اي حد عايز يروح يزورها بيزورها. وفي فعلا بلوجرز ويوتيوبرز كتير راحوا زاروا القريه دي، ولكن معظم اللي راحوا كانوا بيروحوا فتره الصبح او تحديدا قبل المغرب، قبل ما تكون القريه ليلت. قريه في الليل كحل، يعني انت تحط ايدك قدامك كده، قدام عينك كده، مش هتشوفها من كتر السواد. مفيش شمعة واحدة حتى في القرية، قرية ضلمة تماما. فبالليل القرية موحشة بشكل رهيب. الوحيد اللي راحها بالليل صور فيها كان هو خالد بن جلال، مغامر خالد. فهسيبكم دلوقتي مع فيديو بيصور فيه جزء كده من القرية بالليل. أول ما بتدخل القرية كده بتلاقي جامع، ده اسمه جامع أم الحويطات الكبير. الجامع من جوه جميل جدا. الجامع من جوه مفيش آية قرآنية فيه، رغم السيول والسنين اللي مرت عليه، مفيش آية قرآنية مرسومة على أو مكتوبة على الحيطة وقع منها حرف حتى. شيء جميل، سبحانك يا رب. الجامع من جوه محتفظ لسه بكينونته وجماله وألوانه ومأذنته وكل حاجة. أول ما المغامر خالد ده قرب من الجامع ده سمع صوت طالع من الجامع. والله العظيم انكم لو سمعتوا الفيديو ده انتوا هتترعبوا، جسمكم هيقشعر. انا هسيبكم تتفرجوا على الفيديو ونرجع بقى نتكلم فيه. اتفرجوا. خلينا في المصايب اللي عندنا. المكان ده يا جماعة اتبنى من 115 سنة. اتبنى، وانا اسف ان المعلومة طلعت غلط، ان هو اتبنى من 115 سنة. في صوت في المسجد يا جماعة. اسمعوا، والله كأن حد بيصلي. بسم الله. بسم الله. بسم الله. والله كان في صوت، والله كان في صوت. حد بيقول الله الله. بسم الله. سمعت الصوت ولا لا؟ سمعت الصوت؟ في حد بيقول الله كده. كان في صوت يا جماعة. كان في صوت. بسم الله. الله أكبر. بسم الله. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. بسم الله. اخوانا سامعين؟ الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله. بسم الله. بسم الله. الصوت منين؟ بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. يا جماعة الصوت في كل حتة. الصوت من جوه. الصوت من جوه مش من بره. الصوت من جوه الجامع يا جماعة. يا الله. الصوت منين؟ بسم الله. يا اخوانا والله الصوت من جوه. يكون حد بيأذن بره. بسم الله. أعوذ بكلمات الله التامات شر ما خلق. زي ما شفتوا كده، طبعا هو اول ما دخل الجامع سمع صوت بيقول الله. كلمة طالعة كده فعلا تقشعر، يعني صوتها غريب، صوتها طالع من الجامع بالكامل. الجامع اول ما بتخش له بتلاقي على يمينك السلم اللي بيطلع على المئذنة، وبعد كده بعدها بشوية كده الجزء اللي هو الحمامات، الجزء اللي هو الناس بتتوضى فيه. تمام. وبعد كده الجامع بقى كامل. اول ما دخل أذن في المكان، فكل ما يأذن كل ما يقول جملة من الأذان يسمع صوت اللي بيقول الله وراه، فهو اتلخبط في الأذان، فلقى بعد كده الصوت من جوه المسجد بيأذن، وكأن الصوت ده بيصحح له الأذان اللي قاله غلط. بيقول الأذان كامل متكامل صح بصوت حلو. سبحان الله.
معرفش الفيديو ده حقيقي ولا لا، ولكن هو قدامنا مصور الفيديو كله، حتى صور الجزء بتاع المأذنة لحد فوق مفيش حد موجود. وحتى لو حد فوق المأذنة او سطح الجامع، الصوت مش هيبقى من جوه الجامع قوي كده، الصوت هتسمعه من بره، ولكن هو لما خرج بره الصوت بدأ يبعد ويقل، فواضح جدا ان الصوت من جوه الجامع نفسه. ولكن فعلا الصوت كان كأنه طالع من المسجد كله، كأن كل حتة في المسجد الصوت مسموع فيها بشكل متوازي، وده شيء غريب جدا ويقشعر الجسم. يعني حتى لو المشهد ده تمثيلي هو فعلا يخوف، فعلا مرعب. فانتوا ايه رأيكم؟ انا كالعادة هسيب لكم انتوا تقولوا رأيكم في التعليقات، اللي انتوا عايزينه قولوه، والتفسير اللي انتوا تشوفوه صح اكتبوه. ولو صادف حد شاف فيديو قبل كده او حاجة حصلت له زي كده يا ريت يكتبها ويقول لنا عليها علشان كلنا نبقى عارفين المعلومات دي. انا اسمع عن الجن المسلم، ولكن معرفش اذا كان احنا المفروض بنسمع صوتهم او لا. احنا عارفين ان هم ممكن يظهروا على هيئة حاجات كتيرة، ولكن انا ما سمعتش صوت قبل كده ممكن يظهر من جن. معرفش اصلا اذا كان الانسان يقدر يسمع الموجات الصوتية دي او لا، ولو كان انسان معين سمعه انسان تاني يسمعه ولا لا، وهل لو حد سمعه ممكن يتصور بالفيديو ويتسمع كريكورد ولا لا. معرفش برضو الحاجات دي، انا بصراحة ما عنديش معلومات فيها، فانتوا لو في حد عنده معلومات يا ريت يقولها لنا. الفيديو اللي جاي ده لشخص اسمه علاء الحميري او علاء الحميري، بيقول ان هو كان بره البيت، هو عايش في السعودية، فالجو في السعودية حر جدا جدا، فاول ما تدخل البيت مكيف وكل حاجه، بس عشان يدل يعني ان هو كان بره، فبيقول انا جاي من بره عرقان اهو، دلاله ان هو وشه عرقان، فلسه جاي داخل البيت حالا، فلسه داخل البيت بيحود يمين عشان يخش المطبخ يشرب ميه عطشان، حصلت له حاجه مرعبه جدا جدا. بيقول ان المطبخ بتاعه مسكون. اتفرجوا شوفوا الفيديو. يا ربع شوفوا، توني دخلت البيت، شوفوا العرق كيف، والله العظيم شوفوا هذه ملابسي، توني داخل البيت ابى اروح اشرب ماي من المطبخ، الا هذه فتحت قدامي، الدرج هذا انفتح قدامي. انا متعود في الاماكن المهجوره، من هنا لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. يما شوف هذا بعد انفتح، لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. يا جماعه شو اسوي؟ بيتنا مسكون، يما لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله، حصنت نفسي بلا إله إلا الله. في دور الباب هنا. أنا بدوخ والله، انجنيت. كانوا في غرفتي، جابوهم من المطبخ، ما أدري. يا ترى انتوا ايه رأيكم في الفيديو؟ يا ترى الفيديو حقيقي ولا لا؟ هسيب لكم تقولوا لي رأيكم في التعليقات، وعايزة برضو تكتبوا لي رأيكم في الفيديو بتاع النهاردة. يا ترى عجبكم؟ يا ترى حابين ان انا اكمل في سلسلة رعب العرب ده، ولا نكمل في الرعب الاجنبي، ولا نعملها ميكس بين الاتنين؟ اكتبوا لي رأيكم في التعليقات. لحد هنا يكون خلص فيديو النهاردة. متنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك، واستنوا في فيديو جديد وحلقة جديدة. ولو وصلتوا لحد هنا شكرا جدا من قلبي. سلام.